نيجي للاس تي elevation. هو يا دكتور مهم الاس تي elevation؟ مهم جدا جدا جدا. من خلال فهمك للاس تي elevation، سواء انت قاعد في عيادتك او واقف في الاستقبال او شفت اي حالة، تقدر تقيم حالات خطيرة جدا من خلال معرفتك للاس تي elevation، الاستيمي ونون استيمي وبعض حالات البريكاردايتس وبعض الحاجات اللي هي بتبقى بناين زي ما هنشوف ان شاء الله. بعض الناس بيبقى عندهم اس تي elevation والحالة بناين، طبعا وهنشوف. فاذا انا زي ما اتفقت في اول الكورس، انا مش هقدر اعرف الابنورمال غير لما اكون عارف النورمال. اتفقنا ان احنا عندنا مجموعة من الارقام ومجموعة من الشيبس او الاشكال معينة، اقدر افهم النورمال بفضل الله بمنتهى السهولة، هقدر احدد الابنورمال. تعالوا للاس تي elevation. شرحنا من شوية الاس تي سيجمنت. تعال نقول القواعد الاساسية للاس تي elevation. اول حاجة بالنسبة للليدز الرئيسية، الليم ليدز اللي هي واحد واتنين وتلاتة، والاي في ار والاي في ال والاي في اف، لو في ارتفاع عن البيز لاين بمربع صغير. واتفقنا في بدايه الكورس احنا هنشتغل بوحده بتاعت الايه، السمول سكويرز، عشان ما لخبطكش معايا. تمام. فاذا لو انت فوق مربع صغير في الليم ليدز اللي احنا ذكرناهم، دي elevated. حلو كده، حلو. طيب بالنسبه للبريكورديال ليدز او تشيست ليدز اللي هي في من واحد لستة، لازم يكون عندي ارتفاع فوق مربعين صغيرين. والله يا دكتور الكلام ده حلو وسهل وعارفينه، بس احنا بنتلخبط، سواء احنا كدكاترة امتياز او جي بي او حد لسه مش متمكن قوي في الاي سي جي. هو اصلا ايه الاليفيشن واليفيتد بالنسبه لايه؟ اتفقنا ان احنا عندنا رولز ماشيين عليها. اقول لك صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انت عندك البيز لاين اللي هو الخط المستقيم بتاع الاي سي جي اللي احنا بنشتغل عليه، هو دوت البيز لاين بتاعي. حلو، عارفين النقطة دي. طب ايه الاليفيشن؟ امتى احسب الاليفيشن؟ هقول لك طبقا لحاجة اسمها الجي بوينت. ما هي الجي بوينت؟ هي نهاية الكيو ار اس. مش احنا قلنا لما شرحنا كيو ار اس ان احنا عندنا اول نيجاتيف ويف اللي هي الكيو، بعد كده اول بوزيتيف اللي هي الار، بعد كده اول ما الكيو ار اس تخلص بيبدأ الاس تي سيجمنت. عارف الزاوية الصغيرة؟ عارف البوينت الصغيرة دي؟ عارف الكتف الصغير ده بالمصري يعني بنسميه جي بوينت. يعني اذا انا عندي الاليفيشن هو الارتفاع ما بين او المسافة ما بين البيز لاين الخط المستقيم ده وما بين النقطة دي. ايوه، ايوه، عشان كده كنا بنتلخبط. في ناس كل حاجة عندها اس تي اليفيشن، يقعد كل عينه اول ما تقع على قمة التي، فدايما باصص بيز لاين والتي، فايه متلخبط. لا، انت عندك يا دكتور دي الجي بوينت. تعالى بص لي هنا كده، بص هنا كده، دي الجي بوينت. شايف الحتة دي؟ دي الجي بوينت. شايف الحتة دي؟ دي الجي بوينت. شايف الحتة دي؟ دي الجي بوينت. يبقى اذا يا دكتور اكبر لك الصورة اهي، هي المسافة ما بين البيز لاين والجي بوينت. ارجوك عينك ما تروحش عالي على قمة التي ويف. ليها قصتها، والهايبر اكيوت تي ويف والبيك دي تي ويف دي هنتكلم عنها بالتفصيل لما نتكلم على الام اي، وهنتكلم على الهايبر كاليميا والحاجات دي كلها. لكن انا دلوقتي بتكلم على ايه؟ بتكلم انك تعرف المسافة ما بين البيز لاين والجي بوينت. ارجوك عينك تبقى على النقطة دي. طب تعالى بص لي هنا كده اهي، ادي الكيو ار اس. جي بوينت هي الجي بوينت دي يا دكتور، هي دي النقطة. اه ودوت البيز لاين. ايوه، يبقى بعد ادي واحد اتنين مربعات صغيرة اهي، تلاتة اربعة خمسة. ايوه، دي اس تي اليفيشن واضحة جدا. تعالى بص لي هنا كمان، ادي كيو ار اس، ادي الجي بوينت اهي اول ما كيو ار اس خلصت. وده البيز لاين، يبقى بعد واحد اتنين تلاتة، يبقى دي اس تي elevation. ايوه، يبقى اذا ارجوك عينك تقع على طول على الجي بوينت، وتشوف لي البي ار انترفال او البيز لاين اللي احنا شغالين عليه. بناء على كده يا دكتور تقدر تقول لي دي elevated ولا مش elevated. يا دكتور، يعني لو لقيت اي ليد في اس تي elevation فيها، يبقى انا كده خلاص دي حالة ام اي؟ لا طبعا. والكلام ده شرحناه وهنشرحه طول الكورس. احنا هنتكلم elevation. هل بقى
هي ديت ستيمي بريكارديتس زي ما هنشوف ان شاء الله، حالة بناين في بعض حالات الريبوبلايزيشن زي ما هنشوف، دي هنشوفها خلال الكورس. ولكن لازم تعرف ان دي elevated ولا مش elevated، وبعد كده نتكلم في الكرايتيريا التانية، هل بقى هي استيمي ولا نون استيمي، ولا هي اصلا بريكاردايتس. ايوه يا دكتور، يعني اذا الارقام دي انا هعرف من خلالها ان انا عندي اس تي elevation. ايوه بالظبط، اي ليد بقى هلاقيها كده بقت اس تي elevation، هقول لك علشان احكم باس تي elevation لازم الاقي 2 ليدز ورا بعض. يعني لقيت واحده بس كده كيو ار اس وفيها اس تي elevation بعديها ولا حاجه على سبيل الاستثناء، دي مش كافيه بالنسبه لي ان اقول اس تي elevation. لازم يكون عندي 2 ليدز ورا بعض عشان اقدر احكم هل موجود عندي اس تي elevation ولا مش عندي اس تي elevation. طب يا دكتور بالنسبه للكرايتيريا ديت، احنا في بعض الحالات، في حالات البريكاردايتس ودي قادم ذكرها بس للعلم، بنلاقي ساعات elevation نص مربع ومربع ومربع ونص ومربعين. هقول لك احنا اكتر حاجه بنتك فيها على الكرايتيريا بتاعت المربع والمربعين هي حالات الاستيمي اللي هي الخاصه الاس تي elevation ام اي اللي هي مايكاردال انفاركشن. ولكن في حالات البريكاردايتس عادة يكفينا اي elevation diffuse اس تي elevation زي ما هنشوف بالتفصيل ان شاء الله في بقية محاضرات الكورس. بس للعلم عشان المعلومة تبقى عندك كاملة، بيبقى فيه diffuse اس تي elevation من اول ليد لاخر ليد في الاي سي تي، في الاي سي جي بتلاقي اس تي elevation في كل الاي سي جي ماسكه. اه يا دكتور، يعني اذا انا ممكن الاقي في واحد مربع بس، وفي 2 مربع ونص، وفي 3 مثلا مربعين او اقل. ايوه بتلاقي، لان بعض الناس بتروح متمسكه بمربعين صغيرين ديت، وبتلاقي حاجه كلينيكالي واضحه قوي ان هي ام اي، او كلينيكالي واضحه قوي ان هي بريكاردايتس، ويقول لك لا دي مربعين ودي مربع. انا عاوز اعرفك يا دكتور history is the king. history is the king، ودوت ان شاء الله ان احنا هنركز عليه في بقيه الكورس، ان احنا بنحاول على قدر الامكان وخصوصا في حالات الامرجنسي ان احنا نربطه بكلينيكال.